انا حاولت يا جماعه اهديه بس يعني انتوا اللي نفسكم. الموضوع خرج. هو انا بحب عم جبر بصراحه يا جدعان، بس يعني اكتر اكله عامله قلق في مرسى مطروح اكله الفطير. في عم جبر ليه محبين، وفي فطير سمير لسه فاتح برضه، وبرضه الناس بتشكر فيه، وعامل لكم فيديو يجمع الاثنين مع بعض. الاثنين هيبقوا قدامنا وانتوا هتحكموا معايا. واول واحد وصل معانا بعد ساعه و22 دقيقه بالظبط، لان احنا طالبين الساعه 4. ادي الساعه بعد 8 دقائق من وصول عم جبر الساعه 5:30 اهي. الاوردر لسه واصل من فطير سمير. فبالنسبه لي هم كده كده الاثنين متاخرين، الاثنين جايين يعني في حوالي ساعه وربع، ساعه وثلث بالظبط من وقت الطلب. نيجي بقى للسعر. بص السعر عند عم جبر 405 بالدليفري 450 جنيه. عند فطير سمير الحساب 350 بالدليفري 380. ده كده فطير سمير، وده كده فطير عم جبر. فطير عم جبر جايب لنا وايبس واثنين جلافز، خليهم على جنب. فطير سمير مش جايب اي جلافز ولا اي حاجه مع الاوردر. ده الباكجنج عند عم جبر زي ما انتم شايفين كده، وده شكل العلبه عند سمير. مبدئيا كده هو الرانش اللي احنا حاطينه هنا عند فطير عم جبر هم واخدين مننا اكسترا، حتى الكيري برضو واخدين من عليه اكسترا. تعالى معايا بقى نشوف سمير. نسي يحط لنا الرانش دي برضو نفس الاوردر، هو نص فراخ ونص بسطرمه كيري. نلبس الجلافز ونقول بسم الله ونشوف بقى مين احسن فيهم. تعالى معايا كده يا باشا بقى، بما ان جبر جه اول واحد فياخد حقه. بص كده يا باشا، ناخد قطعه نشوف الحشو اللي فيها. الفطير ده بيتحب يتاكل سخن، الفطيره لو ما جاتش سخنه ملهاش لازمه بصراحه، بس تمام مدينا تجربه. حتى هي دي القطعه دي فيها فراخ كمان، بس كحشو في النص معقول مش وحش. ادي الجبنه وادي الجبنه الكيري وادي البسطرمه وادي الخضار. دوق طعم بقى. طعم البسطرمه عند عم جبر مالحه شويتين. الفطير عنده كطعم مش احسن حاجه. خش بقى عند النص هنا، بص هنا الجبن باينه والبسطرمه باينه، بس هو غالبا عند سمير نسي يحط لنا جبنه كيري، يعني لان هي مش واضحه خالص برضو. هي خضار وبسطرمه وجبنه موتزاريلا. قول بسم الله. كحشو يعتبر الاثنين واحد، يعني الاثنين ما قدموليش الحشو الزياده. انا حبيت اجربهم ديليفري بحيث ما يبقاش فيه اي تجهيزات. نخش على الفراخ. بص معايا كده. لا بس بصراحة الحشو في الفراخ عند عم جبر مليان حلو جدا، يعني الفطيرة زي ما انتم شايفين كده، لا الفطيرة مش فاضية، وزيتون وخضار. فلا يعني التشيكن رانش عند جبر حلوة، لا حلوة وحجمها باين وواضح. لا طعم الفراخ حلوة والتتبيلاتها حلوة والرانش طعمه جميل قوي. تشيكن رانش عند جبر 10/10. تعالى معايا كده بقى حتة من نص من عند سمير. برضو الحشو، لا الحشو حلو والخضار حلو، يعتبر نفس الحشو المحطوط في الاثنين. لا يعني انا لسه عند رايي لو على الفراخ رانش عم جبر، لو على بسطرمه هتبقى سمير، مع انه نسي يحط الكيري، بس لا بسطرمه سمير طعمها مظبوط مش مالحه قوي زي بتاع الجبر. وكده خلصنا الحادق، نخش الحلو بقى. ولا اقول لكم هناخد راي حد معانا، وعشان ما يبقاش حكمي بس انا على الاوردر لوحدي، جبت لكم واحد من الشخصيات المحترمه اللي في المكان هنا حبيب. وبياكل من عند الاثنين حبيبي. فبص يا استاذ محمد بقى، احنا عايزينك تقول ايه، تقول رايك بكل امانه. ابتدي بجبر. بعدين حاجه بردت، بس لا البسطرمه لطيفه والكيري موجود. الكيري باين، الكيري باين الكيري باين، بس البسطرمه حادقه. نجرب الثانيه بس، نجربها من عند سمير بقى. حادقه برضه. انا بالنسبه لي كانت دي احدق من دي احدق، بس دي برضه حادقه. فكده في البسطرمه مين اللي يكسب؟ عم سمير. فطير سمير. طب بالنسبه للعجينه انهي احلى؟ عم سمير بصراحه. العجينه احلى واخف. الله ينور عليك. خفيف. هقول لك حاجه، خش على الفراخ هنا الاول، بما ان هي كده كده اصلا ما فيهاش رانش. فعشان خاطر ايه تعرف تحكم لما تيجي تاكل اللي فيها رانش. بسم الله. والحشو كتير على فكره. هي الحشو حلو في الاثنين. الحشو كتير بصراحه، ولسه ما شفتش الثاني. فراخ تتبيلتها حلوه بصراحه. فطير نفسه خفيف. فراخ الرانش بتاع الجبر. في لغوصه في الموضوع يا باشا، اهم حاجه في الفطير اللغوصه. عم جبر. انهي احسن في الفراخ رانش؟ عم جبر التتبيله حلوه قوي قوي قوي. لا عم جبر الله اكبر، حلو قوي. انا ما قلتش حاجه من عندي والله يا جماعه، بس هي دي فعلا التتبيله حلوه التجربه قوي. فعلا التجربه هي بسطرمه سمير، لكن فراخ رانش عم جبر. وكده خلصنا ايه الحادق، نخش على الحلو بقى. احنا طلبنا من عندهم فطيرتين، كل فطيره قشطه عسل. نخش بقى على الحلو. تبدا بايه؟ هنبدا بعم جبر. نبدا بعم جبر. خش يا مدير. هي مشكلتي الوحيده اللي طعم القشطه مش باين، فمش عارف ممكن كان القشطه قليله فساحت. بالنسبه للكاستر طعمه باين، بالنسبه للفطير وعجينته لا هي حلوه ما فيهاش اي مشاكل هنا. انت ايه؟ هو القشطه مش بلدي مبدئيا، عشان كده ساحت، مش قشطه صناعي، القشطه اللي هي النباتي. تمام، لان انا بقى ايه، ده مجال انا بقى. تمام. فطير عجينته حلوه قوي،
طعمه حلو قوي، بس ده مش عسل، شربات اللي هو بيتحط على الكنافه وبيتحط على البسبوسه والحاجات دي. تمام. اللي هو بيبقى هو السكر المحلى طعمه باين ان هو الشربات المحلى مش عسل. بص فطيره سمير قشطه مش هتسيح لانها بلدي. ايوه دي قشطه بلدي. موضوع مختلف. موضوع مختلف جدا. طعم القشطه قشطه لباني اللي هي بتاعت اللبن، قشطه وش اللبن. طعم العسل النحل باين في الفطيره. دسامه غير عاديه جدا. اللبن صراحة. اللبن زياده. فلو هنتكلم انهي احسن في الحلو، لا ومش مسكره قوي. ما عشان العسل مسكره قوي. الموضوع لطيف، في تجانس كده. لا الموضوع مختلف بصراحه. ايوه ما هو العسل الابيض طول ما هو حلو مش هتلاقيه هتلاقيه محلي، بس مش ما يجزعش ما يجزعش معاك. ده عشان هو معمول اصلا عسل صناعي، سكر محلى. حابب اخد حته لا يا تاني. باشا اتفضل. لا اتفضل. هو الموضوع ممتع بصراحه. في دسامه، في هنا سمنه فلاحي، خدت بالك منها؟ الفطيره مخدومه صح، قشطه وسمنه ولبن وعسل. لا فطيره سمير تكسب. الحلو عند سمير 10 على 10. حصل. بصوا يا جماعه عشان نقفل الفيديو بتاعنا، مبدئيا كده بتاعت فطير سمير بص كده معايا هتلاقي سعرها 110، وفطيره مخدومه زي ما قالت الكتاب عند عم جابر هي مكتوب ايه؟ قشطه وعسل ب 120 جنيه. سيبك من فرق السعر 10 جنيه، لا يعني دي ارخص واحلى بكتير. فرق شاسع بصراحه. نقول بقى ملخص التجربه. بالنسبه للفراخ الرانش مين يكسب؟ عم جابر. عم جابر رقم 1 وانا معاه. بالنسبه للبسطرمه عم سمير. بالنسبه بقى للعجينه فهو سمير هيكسب. بالنسبه للحلو زي ما انتم شايفين سمير باكتساح. سمير محتل بصراحه. اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. هي دي الفكره بقى. هو بصراحه عم سمير النهارده محتل. فطير سمير هو اللي كسب معانا النهارده. وهقول لك حاجه، لو انت عايز تشوف مين فيهم احلى اعمل زينا وجرب بنفسك بس كده. ما تنساش بقى تعمل لايك ومتابعه، وانتظرونا في فيديوهات تانية كتير. وحابب اشكر استاذ محمد. ربنا يخليك. تسلم. انا مبسوط ان انا معاك. وشكر خاص جدا 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 لمستر ابراهيم صاحب كافيه فريسكا عشان خاطر هو سمح لنا ان احنا نيجي نعمل الفيديو ده هنا. منور الدنيا. شكرا جدا. سلام.